يعني بص الراجل الاجنبي ده جاب تونه وحط عليها بيض وبعد كده حط عليها جبنه شيدر وموتزاريلا وبعد كده دخلها في الفرن بيقول ان دي احسن كفته تونه ممكن تاكلها. فانا دماغي بصراحه عملت ايرور، بصراحه ما شفتش حد في مصر قبل كده عملها. فوالله نزلت على طول وجبت التونه بتاعتي اللي هي السانشاين وجبت الجبنه الموتزاريلا وطبعا البضايه اللي هنستخدمها. هنشوف والله في الاخر هتطلع حلوه ولا لا. فكره كفته التونه بصراحه جديده عليا وبصراحه ما دقتهاش ومش عارف هيكون طعمها طالع عامل ازاي. فهنجيب التونه بتاعتنا، هنجيب البوله بعد كده هنجيب التونه ونقوم فاتحين تونه ونخلي بالنا عشان ايه يعني حرمنا خلاص. كده فتحنا التونه اهو محترمه جدا، نزلت شويه زيت. فننزل بالتونه، ما جبتش النوع المفتت عشان نعرف ان احنا نستخدمها صح يعني. كده نزلنا بقطع التونه، هحاول اصفي الزيت منها لان الزيت بصراحه كتير قوي فيها معرفش ليه كده. فكده اهو نزلنا بالتونه بتاعتنا وبعد كده هنقوم جايبين البضايه نحط بيض على تونه، نازلين كده ايه بالبضايه. طبعا منعا للغوصه نلبس الاكياس بتاعتنا وهنقلب كده التونه بالبيض. هنحاول برضو ايه نفتت التونه. طب ما كنت جبتها مفتته يعني، انا كنت جبتها مفتته. فكده يعتبر اهو مكسنا البيض مع التونه. بعد كده نقوم نازلين عليها بقطع الموتزاريلا. هننزل كده بالموتزاريلا وغرقني بقى في الموتزاريلا يعني ايه احطها كلها وانا اصلا بحب الجبن فجبت لي كمان شويه جبنه رومي. فانزل كده عايزك بص دلعني نعمل كده ميكس. فكده يعتبر اهو معانا ميكس التونه بالبيض بالموتزاريلا بالجبنه رومي. كده احنا الخليط بتاعنا تمام جدا. هنحاول بقى ان احنا نجيب الطبق بتاعنا ده ونحاول ان احنا نعملها صوابع. فنجيب كده ونحاول ايه نخليها صوابع زي الكفته دي. بصراحه لو نفعت انا هفرح جدا، بس بصراحه فكره ان التونه كفته دي بالنسبه لي صراحه غريبه قوي يعني. نحاول كده ننزل باول صابع، يعني تحس ان هي سايبه شويه بس احنا هنحاول نخليها ماسكه نفسها يعني. ننزل بتاني صوبع، ننزل بقى كده 3 صوبع كده 1 2 3 4 5. كده عملنا 5 صوابع. ننزل بسادس وسابع صوابع ويبقى كده تمام جدا. فدي كده ايه كفته التونه جاهزه ان هي تخش على الميكرويف. كده اظن الحوار تمام جدا. فنقلع كده الجلوفز بقى عشان نحضر ان احنا نروح نحطها في الميكرويف. فانا بصراحه متحمس جدا احطها في الميكرويف واشوف بقى شكلها في الاخر هيطلع عامل ازاي. واللي محمسني اكتر طعمها، هل طعمها يطلع حلو ولا وحش. هو ميكس غريب، فكره ان التونه مع البيض مع الموتزاريلا مع الجبنه في الميكرويف فدي اغرب. فيلا بينا نروح نحطها في الميكرويف بسرعه ونرجع لكم تاني. وها نحن رجعنا باحسن كفته تونه ممكن تشوفها. يعني بصراحه خدت مني شويه في الميكرويف. بصراحه فرحت ان هي خدت معايا شكل الكفته يعني قلت مثلا ان التونه تبقى طريه فمش هتظبط قوي، او فكره ان التونه والجبنه والحاجات دي كلها تسيح في بعض فمش تمسك. بس بصراحه لا ماسكه نفسها كويس. خلينا ايه نقسمها كده. فيلا بينا نقول بسم الله. في ميكس كده بيحصل في دماغي جامد جدا. طعم اصلا الجبنه الرومي مع التونه بصراحه هما الاثنين عاملين ميكس عالمي جدا، عاملين حوار. ده عايزه كده صوص زي ما الراجل ده عمل، تقوم مغمسها كده في الصوص تاكلها. بصوا عظمه جدا فوق ما تتخيلوا. انا واحد من الناس جربت التجربه دي. انا بعد كده مش هعمل التونه غير بالجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا ورزعه واحده بيض كده احطها في الميكرويف، هتطلع لك طعم تاني خالص غير التونه انت متعود عليها. لا بصراحه شايف ان هي احسن بكتير واجمل بكتير جدا. وانا شايف بصراحه ان اكله زي دي هتنفع جدا للناس بتوع الجيم. فكره ان هي ما تحطش فيها زيت خالص، يعني انت ما قليتهاش في زيت او الكلام ده كله، هو الكلام كله في الميكرويف في النشفان كده. فانا واحد من الناس بعد ما جربت التجربه دي اكلوا التونه بالطريقه تاني جدا جدا جدا. وبس كده الفولو بتاعك عايزين نوصل ل 100,000 في وقت يا جدعان. سلام.